نصيحة من أخ لكم يتمنى لكم الخير، والله نصيحة بل رجاء. أرجوكم لا تتكلمون في كل دقيقة لأصدقائكم زملائكم الناس عن حياتكم الزوجية، ولا عن سعادتكم، ولا عن تعامل شريك حياتكم الراقي، ولا أخلاقه، ولا طيبه، ولا انتبهوا. والله العين حق، والله العين حق، والغيرة موجودة والحسد موجود، ما يحتاج شيء أصلا. ترى مش كل من يسمع لكم يتمنى لكم الخير. في ناس تسمع وانتم تتكلمون، لكن شو تسوي؟ تقارن وتشوف ايش اللي قاعد يسوي شريك حياتكم فيهم، وتتألم وتنجرح من الداخل. ويمكن هي ما تتمنى لكم الشر، لكن الألم اللي داخلها يكفي. وأثر العين أحيانا ما يصير فجأة، لا، بتشوفون علاقتكم مع شريك حياتكم مش لهناك، الود يضعف، الراحة تنسحب، في توتر بلا سبب، وتخلي النقاش البسيط أحيانا يصير عراك، وتجلسون تقولون إيش اللي تغير؟ ما تغير شيء، ما تغير إلا إن سبحانك النعمة انكشفت. يا جماعة، السعادة الزوجية تعاش، ما تعرض للآخرين، واللي يبي نعمة الدوم يسترها، ما يتكلم فيها 24 ساعة، لأن في هناك عين، في حسد، في مقارنات، وفي ناس محرومة من اللي أنتم قاعد تقولونه. فانتبهوا.